وصفتنا النهارده هنعمل مع بعض سمك مشوي في الفرن بتاع البوتاجاز، بس هنعمله مش بالرده، هنعمله بالزيت والليمون. تعالوا نشوف بقى المقادير بتاعتنا ايه. اول حاجه السمك انا بفصله كده نصين. انا هوريكم طبعا انا فصلته ازاي، بفتحه كده زي الكتاب بالظبط، هوريها لكم. بنيجي كده نجيب السكينه، تكون سكينه حاميه، ونبدا نفتح كده. تفتحيها كده تتفتح معاكي بسهوله. بصوا فتحناها كده، فتحت معاكي بمنتهى السهوله. هتيجي عند الراس وتزقيها كده بس بايديكي علشان تتفتح برضو زي الكتاب كده، او ده الشكل بتاع فتحه السمك. لو انتي جايبه السمك، انا بس عشان الراجل كان منضفهولي فاضطريت افتحه مكان ما هو كان فاتح من عند البطن من هنا. انتي ممكن تخليه يسيبهولك مقفول خالص وتفتحيه من فوق هنا، بيبقى افضل علشان ما يتحرقش معاكي. يعني انا فتحته كده عادي، ممكن تفتحيه العكس. يلا بينا بقى نبدا وصفتنا. معانا المقادير: 5 ليمونات معصورين، دي من اسمها ايه دي اللي هي شبت، ما تكتريش برضو. وعندي عودين بقدونس، وعندي راس توم كامله، وعندي فلفل حار ممكن تستغني عنه. عندي نص كوبايه، هي دي كوبايه صغيره عشان كده انا هقول لكم نص كوبايه زيت. وعندك ربع كوبايه ميه. عندي معلقه ملح كبيره، ومع ربع معلقه شطه حمراء لو مش عايزاها استغني عنها. وعندي ربع معلقه فلفل اسود، وعندي معلقه كبيره كمون. في الكبه بقى بتاعتنا هنبدا ننزل بكل الخضار اللي معانا ده، وهننزل بالثوم، هننزل بشويه من الليمون، مش كله يعني، شويه من عصير الليمون، سيبي شويه كده. التوابل بتاعتنا، وهننزل بربع كوبايه الزيت اللي احنا المفروض معانا نص، بس انا بقول لكم بقى هناخد ربعها ونسيب الربع التاني هندلقه على السمك واحنا مدخلينه الفرن. هننزل بشويه من الميه علشان بس تتخلط معانا كويس، ونبدا هضربه في الكبه وارجع لكم تاني. بنبدا بقى نجيب السمك ونحط تتبيله كده على كل سمكيه. طبعا هي فيها توم وفيها كل حاجه كده. ونجيب السمكيه بالطريقه دي وارجع لكم تاني. وكده بعد ما كملت السمك كله تبلته بنفس الخلطه اللي وريتها لكم في اول الفيديو، هنبدا نسيبه نص ساعه او ساعه الا ربع على رف التلاجة. بعد كده نرجع نشويه ان شاء الله مع بعض. بعد ما سيبنا السمك نص ساعه في التلاجة، بقيه الزيت اللي كان معايا في اول الوصفه هنزل عليه بباقي الليمون كده. هنبدا بقى نرص السمك كده، نبدا بقى ننزل عليها كده بشويه زيت، هو ده اللي هيديله كده هيتحمص كده من فوق، يتحمر يدي طبقه، وجواها ليمون طبعا زي ما انا حطيت كده بقيه الليمون. الفرن بتاعنا شغال، ودي طبعا باقي السمك عشان يتشوي في الفرن. شايفين مستوي ازاي؟ هو لسه سخن ومنشفش ولا اي حاجه، وريحته تجنن وطعمه كمان يجنن. بصوا، ولا ناشف ولا اي حاجه خالص، جدا جدا مزز خالص كده. وطعمه الليمون بقى والثوم عامل شغل جامد قوي بجد. الوصفه دي هتعجبكم جدا، وكمان بسيطه وسهله وسريعه كمان. وقدمنا طبعا جنبها سلطه. لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناه يعمل لي سبسكرايب ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.